اتعرف بحضرتك؟ اسم محمد عطية، محاسب وساكن في امبابة. حضرتك انتخبت مين يا فندم في الفترة الرئاسية الثانية اللي هي المرحلة الثانية؟ بالإعادة، وفي الفترة الأولانية انتخبت أحمد شفيق. احمد شفيق في المرحلتين الاولى والثانية. موجود دلوقتي قدام المقر الانتخابي لدكتور محمد مرسي بعد اعلان ان هو الرئيس المصري. تمام. شغل. لأن أنا شغال دلوقتي تبع جريدة يابانية، مفيش قاعد فكرة اسمها. احنا جايين شغل مش أكتر ولا أقل. يعني مش جاي تحتفل يعني؟ لا مش جاي أحتفل، بس شيء عادي يعني. احنا كنا بنقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يولي من يصلح. إن كان أحمد شفيق أنا الراجل أنا انتخبته. لو كان أحمد شفيق نجح النهارده والنتيجة بانت بنجاحه، كان الإخوان المسلمين كانوا يعملوه في البلد. وكانوا يقولوا تزوير وي 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 وكانوا يعملوا مويل. لكن هم ربنا كرمنا وهدى ده هدى من عند ربنا ان ربنا كرمنا باحمد مرسي، لان الواحد ما كانش يعرف العواقب هتوصل لغايه فين. هل النهارده في تزوير؟ يعني هل النهارده في تزوير؟ بالتاكيد لا. مفيش تزوير. طب لو كان احمد شفيق كان هيبقى في تزوير برضه، كان هيبقى. طب بالنسبه للامن المركزي كان دايما يقول انه التزوير من الامن المركزي وطلع لكم بطايق ورحتوا انتخبتوا، وده قانونا ما ينفعش ان انت تروح تنتخب. لا ما فيش اي كلام الفاضي ده كله، ما فيش اي تزوير ولا اي حاجه خالص. هي كانت ماشيه يعني احنا بنأمن اللي جنب مش اكتر. بس احنا واقفين زي مثلا واحد من اخر الدنيا ملوش بطايق هنا ولا له في اسم ولا له في اي مكان. المفروض الجيش والامن المركزي واي حد تبع المنظومه العسكريه ملوش حق الانتخاب. لا ملوش حق الانتخاب، احنا بعيد يعني كان بيقول لما جه اتحرق المقر بتاع الفريق احمد شفيق لقوا بطاقات انتخاب لمجندين وانهم لا ما حصلش. احنا كنا واقفين بره المنظمين اللي جنب بس مش اكتر يعني، واخدين بالنا من الصناديق وبعدين حضرتك اللي داخل واللي طالع، نظبط الطوابير اللي داخل واللي طالع، ده مش اكتر يعني. حضرتك حاسه ولا بط ولا موجوده ده. احنا على جنب مش اكتر يعني. تأمين اللجان والطوابير بس، والمنظمين اللي كان عايز اي حاجه تخش بيسال على الفتره اللي فاتت. معلش يعني في ملف كده اللي هو ضرب المصريين، او يعني انا قابلت مجند اسمه ابراهيم في الميدان قال انا رميت السلاح بتاعي للضابط ورفضت اضرب فيكم في شارع محمد محمود. قلت له ليه يا ابراهيم؟ قال لي اصل هو كان قايل لنا الضابط ان انتوا ارهابيين وان انتوا جايين تحرقوا البلد. بيقول لما بصيت كده لقيتكم كتير قوي وشكلكم ولاد ناس، قلت مش معقول دول كلهم ارهابيين. رميت السلاح للضابط يا عم امام ورفضت اضرب فيكم. والله يعني ايه خدمه عسكريه؟ يعني ايه خدمه عسكريه؟ يعني الضابط يقول لك اضرب تضرب. الله اعلم بقى، دي مش اوامر وتعليمات ليه، مش اكتر. اوامر. طب يعني مش ممكن تعمل زي ابراهيم مثلا؟